يا صباح الخير، يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله انا هعمل رز معمر. رز المعمر ده من ألذ وأطعم الرز اللي ممكن تدوقيه في حياتك. وانا بحب اعمله في دست كده صغيرة، بحيث كل واحد ياخد الطاجن بتاعه ويبقى متحمر كده وجميل. انا بحب اعمله كده بصراحة، وبفضله عن ان انا اعمله في طاجن واحد ويبقى واحد بس. يعني لا، انا بحب كل واحد كده ياخد الطاجن بتاعه، وشه كده متحمر و... و... يعني انا بحبه كده وبعمله كده على طول. هي عندي الطاجن الصغير ده بياخد كوباية واحدة من الرز، كوباية صغيرة اللي هي كوباية الشاي. فانا جهزت هنا معايا 4 كوبايات من الرز، رز مصري ابيض عادي جدا. غسلته وصفيته، وبعدين حطيته في حاجة واسعة، وابتديت ان انا احط عليه التوابل. انا بحب احط عليه ملح وفلفل اسود ورشة من القرفة. ملح وفلفل اسود ورشة من القرفة، مش بزود عليه اي توابل تانية. والقرفة بتبقى رشة صغيرة، ولكن الملح والفلفل هما اللي بيبقوا رشة كده حلوة ومحترمة على وش الرز. وابتدي بقى ان انا اقلب كل الرز ده كده حلو كده مع بعضه. وطبعا الرز المعمر الحادق بيتسقي بالشوربة وبيتسقي باللبن. ما ينفعش ان انتي تسقيه ميه، وما ينفعش تعمليه كله بالشوربه من غير لبن. ده لازم يتعمل بشوربه وبلبن وبقشطه وبسمنه بلدي ويتخدم بقى كده ايه، على اصوله كده، ونقول وداعا بقى للدايت يعني. احنا بقى هنا جهزنا معانا الطواجن الصغيره الحلوه بتاعتنا دي. وهاتي بقى من الطواجن بقى دي كده على قد افراد اسرتك، واعملي بقى فيها احلى رز معمر، اعملي فيها احلى ملوخيه، اعملي فيها احلى تورلي كده باللحمه، وكل واحد ياخد الطاجن بتاعه بقى شغل مطاعم بقى. ابتديت بقى ان انا هنا ايه اقسم بقى كده الرز على الطواجن اللي عندي، وهم ال4 كوبايات على ال4 طواجن، يعني بالنظر بقى كده. كل طاجن هياخد الكوبايه بتاعته. لو انتي حابه لسه تجربي في البدايه، بتعايري الكوبايه وبتروحي حطها في الطاجن، وبتعملي حسابك على مسافه كده عاليه فاضيه فوق الرز علشان يستوي وينفش وياخد راحته ويبقى مستوي حلو، ما تبقاش الحبايه بتاعته ناشفه. تمام. مسافه قد ايه؟ مسافه عقلتين من الصوبع. اعملي حساب كده، عقلتين من الصوبع يكون فوق الرز فاضي علشان يستوي كويس قوي. اهو بالمنظر ده. تقدري بقى تعمليه بسمنه بلدي، طبعا تحفه، هيبقى تحفه. ما عندكيش سمنه بلدي اعملي بزبده. انا ما كانش عندي سمنه بلدي فعملت بزبده، اللي هي الزبده اللي انا دايما بستخدمها اللي هي الفيرن. ولكن لو في سمنه، طبعا السمنه هتبقى حلوه جدا. وتجهزي بقى عندك بقى كده كيلو لبن كده محترم. قشطه، قشطه بلدي من بتاعه وش اللبن. ونبتدي بقى ان احنا ايه نسقي كده الرز بتاعنا بالشوربه. الشوربه انا مش هسقيه كله بالشوربه، انا هحط في كل طاجن قد مثلا كده ايه مغرفتين من الشوربه، بحيث ان هي يدوب تغطي الرز يدوب. باقي بقى التسوية هزود اللبن علشان يبقى مستوي معايا حلو. وطبعا هو ما هو مش بيتعمل غير باللبن وبالشوربة. انا كان عندي شوربة بط، فشوربة دسمة وتقيلة وحلوة. عندك شوربة فراخ بلدي برضو تعمليها تبقى حلوة جدا. المهم ان الشوربة بتاعتك تكون شوربة دسمة ويكون طعمها حلو. انا بقى هنا كده كنت زودت الشوربة اهو، وكان جنبي برضو اللبن جاهز على طول. مش فارق بقى اللبن سخن اللبن بارد، انا كنت مطلعاه بصراحة من التلاجة، لكن الشوربة هي اللي كانت على النار وكانت بتغلي. وما تكتريش برضو في التوابل، لان الاكل اللي هو الاكل الكلاسيك بتاع زمان ده ما كانوش بيزودوا فيه توابل كتير، كانت هي الحاجات الاساسية بس. فانت كل ما هتزودي في التوابل
هتضيعي الطعم الاصلي اللي انتي نفسك ترجعي له كده وانتي بتاكلي. فهم كانوا بيستخدموا الحاجات البدائيه، الملح، الفلفل، القرفه في الحاجات اللي هي حاجات بسيطه قوي يعني، مش في كل حاجه برضه. هندي بقى للرز بقى كده تقليبه علشان اتاكد ان كل الشوربه دخلت جواه، وان هو كده كله مفلفل ما فيهوش اي حته مكلكعه. وبعدين هزود اللبن، وانا اصلا ببقى واخده الوش بتاع اللبن وببقى محوشاه عندي في علبه في الفريزر، بحيث ان هو لما يبقى كميه قد مثلا 10 كيلو كده ولا حاجه، اروح 10 كيلو وش طالعين من اللبن يعني، اروح واخداهم بقى ضرباهم وعاملاهم زبده عندي وسمنه. فانا كنت مجهزه العلبه بتاعه القشطه جنبي، وكنت باخد منها كده معلقه كده صغيره لكل طاجن. وخدت برضو من اللي في الحله بتاعه اللبن. القشطه بقى دي هي اللي هتتحمر، وهي اللي هتديله بقى الوش الجميل ده. وخلي بالك انت كل ما هتحمري الرز بتاعك كل ما هيبقى وشه مقرمش وهيبقى ناشف. فانت برضو على حسب اللي بياكل عندك في الاسره. يعني انا ما حمرتوش جامد علشان مثلا في اطفال صغيرين ما يبقاش قاسي على اسنانهم ولا يبقى ناشف على اسنانهم. فانت برضو شوفي على حسب ذوق كل واحد في الاكل، بتعملي على حسب ايه اسرتك الاكل بتاعك. جبت بقى هنا كده الزبده اللي عندي، وخدت منها كده يعني حته حلوه كده، وقطعتها 4، وحطيت على كل طاجن قطعه من الزبده. طبعا دي بتحل محل السمنه البلدي، برضو هي ريحتها جميله وطعمها جميل، والنوع ده من الزبده جميل بصراحه، انا لما بستغناش عنه لا في حلو ولا في حادق، متوفره يعني في كل حته. هدخلهم بقى في الفرن، وهشغل الفرن، ومش هشغل الشواية في البداية إلا لما يبتدي اللبن والشوربة عندي يعني يغلو، ويبدأ الرز إن هو يشربه. ساعتها هشغل الشواية هخليه ياخد لون، وبعدين هطفي الشواية واغطيه بقى بأي غطا حلة كبير يكفي الكمية، واسيبه علشان يبقى متغطي ويعرق وما يبقاش وشه ناشف، وفي نفس الوقت يستوي ما ياخدش عندي وقت طويل في الفرن وينشف مني. لو ما عندكيش غطا حله يكفي العدد اللي انت عاملاه عشان تغطيه، غطيه مثلا بصينيه مثلا مستطيله او مربعه. لو ما عندكيش يبقى ورق زبده وعليه ورق فويل، وتغطي وش الطاجن بتاعك. خلاص انا بقى هنا كنت دخلته كده الفرن، ومش عايزه اقولك بقى على طعم الرز المعمر ده، بيبقى جميل جدا. ده بقى كان شكل الرز بتاعنا بعد ما طلع، الحمد لله. الف هنا وشفا على اللي اكل. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي رايكم في التعليقات. ومن جوه مستوي وجميل، وعملنا له اختبار. وعايزه اقول لك بقى على حاجه، اخر خطوه في الرز بتحطي له كده رشه شوربه كده بسيطه من على الوش ومن على الجناب، وبتغطيه لحد ساعه الاكل. بتلاقي كل الرزات اللي هي ماسكه سلكت، ثابت كده من حروف الطاجن ومن قعر الطاجن، وما بقاش لازق، وبقى سالك وجميل قوي وطري كمان قوي. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي رايكم في التعليقات، وهستناكم تعملوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا في قناتي علشان تكبر بينا كلنا ان شاء الله. بس ولحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. سلام.